السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الأسد حبايب قلبي، صفوا النية كده، فعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفروا. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حبايب قلب أم أحمد يا ولاد، اعملوا لايكات وشير الفيديوهات وكومنتات، نصلي على الحبيب ونستغفر. انتوا شايفين الصفحة شكلها ايه؟ ما بيوصلكوش اشعار؟ فاقفوا جنبي يا ولاد، بالله عليكم تقفوا جنبي كده، ولايكات وشير. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. مالكوا كده عمالين تفكروا؟ بتفكروا في حاجات كتيرة، في حاجة كده مخليكم مش مركزين، حاجة شغلة بالكوا. بإذن الله بإذن الله فيها خير ليكوا، مش هيكون فيها أي حاجة مش كويسة، أو أي حاجة ما نحبش إنها تكون موجودة، أو أنت خايف وقلقان منها. أنت قلقان وتفكيرك الزيادة في الحاجة دي، هو من حقك إن أنت تقلق، بس ما تحاولش تزودها، لأن أنت عندك في تيسير في الأمور، وبالراحة وبراحة كده على راسك، لأن أنت أمرك هيكون محلول بإذن رب العالمين. في حد ماسك ودان شخص عزيز على قلبك، مش مقرب غير ماسك ودانه، كلام ورغي، كلام رغي مأثر عليه. انت بتحس ان هو والشخص ده عزيز على قلبك، هو شخص تصرفاته اتغيرت معاك، شخص اللي انت متعود منه عليه منه مبقاش، ما كانش كده، في تغيير فجأة. الشخص ده ما حد ماسك دماغه وعمال يشحنه، وعمال يجيبه عليك، بيطلع فيك الحاجات السلبية وكلام كتير هو مش فيك أصلا. وللأسف الشخص ده بدأ يتأثر بكلامه، هو طبيعته مش ودني، وحتى لما بيسمع مننا بيطلع من الناحية التانية، بس كلام الشخص ده معاه ممكن نقول بدأ يأثر عليه، بالدليل العلاقة اللي بدأت تتغير، أو الطريقة اللي بدأ يتعامل معاك بيها وانت حاسسها انها غريبة، في حاجة مش طبيعية، في حاجة بتحصل انت مش فاهمها في العلاقة معاك، كلها تغيير في الأمور. في حد ماسك ودانه كده بيملاها، بيزن زي ما بيقولوا. استغفر الله العظيم. أنا الأوان بقى إن أنت تفكر في نفسك. أنت فكرت في غيرك كتير، وعملت بقى راجل وسيد رجالة، وقفت مع ناس كتيرة، ناس كتيرة ليك جمايل عليهم. مش شرط الجمال دي مال أو حاجة معينة، طريقة، أسلوب. وقفت وقفة حلوة، جدعنة، ليك جمال على ناس كتيرة، وقفت كتير مع ناس. وآن أوان إن أنت تهتم بنفسك. بص لنفسك، أنت مهمل قوي في نفسك، ما بتديهاش وقتها، ما بتفصلش إن أنت تفكر. مهما قال أنا مش شايف ولا سامع، أنا أبعد عن الضغط دي 24 ساعة في 24 ساعة، مشغول ومضغوط وبتفكر هنا وهنا وهنا. حاول ترتاح حبة وشم نفسك على قد ما تقدر. راعي ربنا في نفسك، انت بتراعي ربنا في كل شيء الا في نفسك، بتضغط في نفسك وبطريقة كبيرة. ان الاوان بقى ان احنا نشم نفسنا بقى، وان احنا ناخد بالنا من صحتنا، وتدي لنفسك حقها. ده انذار ليك. انت حاول تهتم بنفسك حبة، واهتم بالتفصيل. ممكن تكون ودي هتخرجك من اي مود، من اي خنقة، توتر. حاول ان انت تشحن طاقتك بالطاقة الايجابية عشان تقدر تكمل. انت كمان بعدت عن الشريك، هو في ارتباط
بس في بعد، بس البعد ده مش هيدوم أو مش هيطول أكتر من كده. فنخلي بالك، انت عندك كمان في طرف تالت في العلاقة دي للأسف، وقدر إن هو يخش بينكم، وهو سبب البعد اللي انتوا بعدتوا بيه عن بعض، أو الحاجة اللي خلتكوا تبعدوا وهي ما تستاهلش، أو كنت بتعدي وهو بيعدي، كانت الدنيا بتمشي على أتفه الأمور. هو هيفوق وهيكون في بينكوا رجوع، في خروج كمان للطرف التالت. انت شفت، انت عانيت منه جدا واتعاملت بمعاملة وحشة وجافة، اتحولت ان انت تقرب، وفي نفس الوقت حاولت ان انت تكون قريب. كل حاجة حاولت ان انت تتبعها معاه ما كانش بتديه. الشخص ده عايز يساب لوحده لفترة، الدنيا تجيبه وتوديه وتوريه ان هو فعلا انه كان معاه شخص غالي، وشخص كان بيحبه ومستعد انه يقف جنبه ويساعده. بس للأسف يمكن حبك انت الزيادة، عطائك الزيادة، ان انت اديته وان انت تفضل معاه وجنبه، دي حاجة خليته بقى مالك ايده وامتلكك، وبدأ بقى ان يبعد ويلف ويدور، وعارف ان انت قاعد مستنيه. بس لو قدرت ان انت تغير المعلومة اللي هو خدها عنك دي، يبقى انت كده كسبت حاجة كويسة. طول ما الشخص ضامن ان انت في ايده بيقدر يعمل كل حاجة، وهو عارف وشايف وحاسس ان انت حق مكتسب، ان انت موجود مش هتروح. لو رجع في اي وقت هيلاقيك قاعد زي ما انت. لو عنده تردد، لو هو غلط معاك وسابك ومشي، مش هيلاقيك معاك تاني. هيفكر مليون مرة قبل ما يزعلك او يعمل اي حاجة تضايقك. الغلط منك انت من الاول، ان انت كل حاجة بتديها له، مشاعر، حب، حنية، واديت كل حاجة بتديها بالزيادة. وجه الوقت بقى ان هو يحس. اقفل الحنفية حبة، اقفل حبة هتزيد محبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلي بالكوا في حواليكوا الشخص بيحسد، عينه وحشة. للأسف الشخص ده معاك في كل حتة، في كل تحركاتك لازق. الشخصية زي ما بيكونوا كده لازقة. صديقة، ممكن حد من عيلتك، ممكن يكون حد من المحيط حواليك، من جنبك، معاك في عملك. الشخص ده معاك باستمرار، مش ان انت بتشوفه يوم ولا 10، لا لا، شخص معاك باستمرار، بتشوفه على طول. عينه وحشة وحسود قوي جدا. يعني بالنسبة لك هو ليك انت بالذات شخصية مؤذية وش عينها وحشة، ما بيصليش على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني عايزك ان انت تبقى أقل، شايفك ان انت ليه أحسن، ليه انت عندك وهو ما عندهوش. في غيرة، الغيرة دي للأسف تعمل حاجات صعبة، غير النظرات، غير العيون اللي عليك منه. الغيرة دي بتقلب بحاجات احنا مش محتاجينها. فخلي بالك لو في حياتك الشخص ده، ابعد عنه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عندكم واحدة ست هتساعدكم، الشخصية دي هتساعدكم. دي طويلة مليانة شوية قمحوية. الشخصية دي هتساعدك في حاجة معينة، أو هي اللي هتعرف تخرجكوا من حاجة معينة أنت محتاجها. هي اللي هتساعدكوا في حاجة مهمة جدا. انتوا حاسين
بالغربة، حاسين ان انتوا لوحدكم، حاسين ان انتوا دايما حياتكم ما بتهمش حد، وجودك من عدم وجودك. ده الحاجة اللي انت حاسسها. انت عندك حواليك ناس حلوة، ناس كويسة وبتحبك وبتتمنى لك الخير. مش معنى ان انت قابلت شخص او اتنين خلاك فقدت الثقة كده، ان الاشخاص كلها كده، ان انت مش هتشوف ناس كويسة. مش معنى كده ان الناس كلها زي بعض وتحس ان انت لوحدك وفي غربة. الغربة اللي انت حاسسها دي، اللي انت مسافر في مكان وفي غربة وانت لوحدك، غير اللي انت قابلت ناس مش كويسة في دنيتك، بس حاسس ان انت لوحدك. في الحالتين ايا كان، سواء كنت في غربة او في مكانك، انت بتقدر وتاخد بالك وتعمل لنفسك آه، امان، تدي لنفسك امان، اطمئنان. في ناس بتحبك بطريقتك بكلامك، انت ما بتستسلمش. انت بتتعامل مع واحد اتنين وحش، ابعدهم، انطرهم، ما تتعاملش معاهم، خرجهم بره حياتك. في حواليك ناس تستحق ان انت تكون معاهم في وسطهم، لازم تعمل كده، لان الناس دي فعلا كويسة. في مجموعة حواليك كويسة، بس انت بص، انت مش من النوع اللي انت ما بتبصش. انت عارف زي إن بيشوف شخص وحش وخلاص الشخص ده اذاه، بتشوف بقى الناس كلها وحشة. بس انت بص، مشكلتك ان انت بتبص تحت رجليك، لا بص قدامك. لا، انت من الناس المحبوبة جدا، اسلوبك وكلامك بتحبب الناس فيك. ما تحاولش تدخل نفسك في سكة او في مود صعب ان انت تخرج منه. انت طاقة ايجابية لاي حد، فبلاش تستسلم لطاقة حزن او زعل. اي موضوع انت مريت بيه او عدى كده او يمسك فيك يزعلك، كل حاجة بتروح وبتعدي. يعني يعني كل حاجة بتروح يا حبايبي، المشاكل بتتحل وتروح. وعدم ان انت بقى تفضل بتبص على باب المكبوب وتبقى حزين عليه، لا، بص قدامك، دور على الاشخاص الصح اللي تحس ان هم زيك منك. انت دخلت حد قريب منك ان هو يحل لك موضوع، او لجأت لشخص قريب منك ان هو يحل لك ازمة انت بتمر بيها، والشخص ده معرفش يحلها، خذلك. كنت متأكد ان هو يحلها، لكن هو معرفش، قالك حاولت وهو ما حاولش، والله اعلى واعلم. في خذلان من شخص قريب انت طلبت منه مساعدة انه يحل لك ازمة او مشكلة، هي محلولة من غير ما تلجأ لاي حد. امور كتيرة هيكون فيها تيسير ليك من غير اي حد. فما توقفش حياتك على الشخص ده اللي انت فاكر ان هو هيحل لك الامور دي. امورك محلولة باذن رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. في منكم تعبان جسمانيا، تعب في الجسم، عظمك بيوجعك، ظهرك، صداع على طول معاك، في وجع ملازمك بقاله فترة. الوجع الملازمك ده بقاله فترة، سواء بقى كان وجع في رجليك، في عظمك، في صداع، في الظهر، انت مكتسب طاقة سلبية، والطاقة دي موجودة عندك كمان في بيتك. فمهما بتنام وتقوم حتى لو ريحت، بتحس ان انت قايم بكسر، مش قادر، مش خملان، ظهرك بيوجعك، جسمك بيوجعك، دماغك تقيلة، صداع. على قد ما تقدروا حاولوا تنضفوا وتطهروا الأوضة اللي انتوا بتناموا فيها، محتاج ان انت تطهرها. لا اله الا انت رسول الله. امسحوا الأوضة بالمية وبملح، غيروا الفرش، غيروا فرش الأوضة. عرفتوا تنقلوا حاجة من مكانها لمكان تاني، ده جديد الطاقة.
في كمان حد بينقل لكم كلام على لسان حد يتكلم وهو عارف بيتكلم معاه هيوصل الكلام ازاي، مش بيقول روح قول الكلام، لا. لو انا عايزه اوصل كلام لحد بطريقه مباشر هشوف مين اقرب شخص ليه وهتكلم قدامه، ده فيه وفيه وفيه، وانا عارف ان الشخص ده هيوصل له الكلام ده. فانت خلي بالك، حد بيوصل لك رسالة بطريق غير مباشر، حد قريب منك، هتلاقي حد بيقول لك تصدق ده قالوا عليك وكيت وكيت. طبعا الكلام ما بيتنقل بيزيد عليه كلام، ما بلغك الا ما شتمك، ولا هما بيقولوها ازاي. فبتلاقي انت في خنقة وزعل، فهو عايز يوصل لك كده. اكيد مش هيقول لفلان تعالى قول له، وبيوصل لك بطريقة مباشرة، لكن آه هو جواه غل، جواه غل، في نوايا مش حلوة ناحيتك، هو متغاظ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في منكم الشريك بعد بدون إنذار، أي مبرر أو أي أعراض ولا أي حاجة، لقيته فجأة كده اتبخر، بلوكات، أي مكان ممكن تتواصل معاه قفل قدامك، ما بقاش فيه طريق إن أنت تكلمه وإن أنت تكون قريب منه. خلي بالك، الشريك خد قرار معين ان هو بيحاول ان هو يطبقه وينفذه معاك. البلوكات بقى وعدم الردود اللي هو عاملها ان انت مش عارف توصله، في حاجة هتتفتح وتقدر توصله. لما يفتح حاجة زي كده ما تجيش على كرامتكم، ما تجيش على نفسكم، لانه هيفتح الحاجة دي عشان يسمع منك ويشوف انت وصلت لايه، لانه هو متأكد وعارف ان هو غالي عليك، وعارف انه بعد عنك ان هو مش كسرك، لا، ان هو كده زي ما بيقولوا كده دمرك. في ناس كده بتبقى مؤذية، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. في عندك دموع وهتنتهي، وفي منكم باكين وحزين على فقدان شخص، على خيبة أمل كنت حاططها في شخص، بس للأسف حد خذلك وما كانش في دماغك ان هو يعمل معاك كده. حد بعد عنك وانت مشتاق له، ممكن يكون مسافر مش موجود في الوقت الحالي، انت مش عارف تشوفه بسهولة، بكيت على شخص بعيد عنك. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. انت هتخرج من مشكلة قريب جدا، في حد دخلك في مشكلة وانت هتخرج منها قريب، وربنا هيساعدك ان انت تخرج منها. وفي راجل هو اللي هيخرجك من الدوامة، المشكلة، الحفرة انت دخلت من فيها وانت ما كنتش عايز تخشها. خلي بالكم من شغلكم الفترة الجاية، لان العين عليك ومركزين عليك قوي. اه، حط الهدف قدامك وابدأ اشتغل عليه. انت الفترة دي هتكون في مكانة تانية، العمل عندك هيكون متقدم، هيكون في استقرار، بس خلي بالك من العيون اللي بيبصلك، لان العيون كتيرة ومركزك قوي في العمل. خلي بالكم الحاجة ديت، عيون بقى الغيرة، الحسد، شايفك في مكانة أحسن أفضل، فخلي بالك. ربنا يحفظكم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. في عندكم خبر حلو انتوا هتسمعوه إن شاء الله، انت كنت مشتاق ان انت تسمعه وهتسمعه بإذن رب العالمين. عندكم طاقة جدي، دلو، ميزان، والسور، حوت، حمل، دول يقربوا لك ايه
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندكم حرف العين، ميم، ألف، ونون. وعندكم في كمان مال، أو ليكوا مال عند حد ده بره، ده هتحصلوا عليه قريب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الضغوط اللي انت فيها دي هتنتهي، بس ما يكونش عندكم استسلام. يعني انا عندي فيه ضغط كده، ما اكتئبش، ما اختنقش، ما احسش بقى ان الدنيا واقفه. لا، فوق كده وفوق دنيتك، وبص لمصلحتك وحياتك، لان الضغوطات دي هتروح. هيفضل لك بقى ايه؟ اكتئاب. فبلاش تدخلوا نفسكم في المود ده، بلاش تكونوا بالشكل ده. على قد ما تقدروا حافظوا ان انت تبعد عن الاكتئاب ده. ربنا يحفظكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في عندكم رجوع ولم شمل باذن رب العالمين. ربنا يفرح قلبكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول